جميلة ليش مريضة ونقلوها لهون؟ بتعرف علي؟ انت اللي بتعرفه صاير معها نزيف بالمعدة. ايه؟ معها نزيف بالمعدة؟ انت هيك مفكر لانك غبي. صدقت انه جميلة صاير معها نزيف بالمعدة وهي مو صاير معها هيك شي بالمرة. جميلة حامل. أنا بيعرف كل شي، وهلأ أنت كمان صار بيعرف هالشي. لا ما بعرف. شو عم تقول؟ حدا منكم يقول لي شو في ولا رح يطلع جناني. جميلة حامل ورح يصير عند أمك بيبي. أوكي؟ أنا هلأ فهمت ليش جميلة كان بدها تتجوز من صياد. هي معنا متجوزة بس حامل. جميلة في بطنها بيبي من هذا الزلمة اللي هون. لا مو مزبوط بنوب. كذابة. جميلة كانت بتقول إني مرة فلتانة، بس طلعت وحدة وسخة وفلتانة. خلص يا حيوانة جميلة، خلص يا واطي. انتوا يا علي انتوا الكلاب والفلتانة مثل امكم، ما عم تصدقوا ليك جميلة طلعت حامل وانتوا ما بتعرفوا. جميلة وحدة فلتانة واطية وحقيرة ووسخة كمان، وانتوا مثلها. مو أنا الفلتانة، الكل صاروا بيعرفوا مين هي الفلتانة. امكم هي الحقيرة. أنا أشرف منكم. يا مجد طول بالك، هي الأمور ما بتنحل بالخناق. طول بالك يا مجد. بعد عني بعد تاتي بدي تنا بيدي. شو اللي عم يصير يا شو بتقول؟ بس انت وياه اهدوا شوي. وين مفكرين حالكم؟ لك هذا مستشفى مو ساحة خناق. روحوا على روحوا. لك والله عيب عليكم. عدي انتوا بمشفى، نحن اللي فينا مكفينا. اتركونا نشتغل شغلنا، احترموا حالكم. يا دكتور، جميلة يعني المريضة اللي بهاي الغرفة قال ما عندها نزيف بالمعدة بس حامل، مزبوط؟ مين اللي قال انه عندها نزيف بالمعدة؟ الولد عايش دكتور؟ ولا شو وضعه؟ جميلة خانم تحسنت والبيبي لسه عايش، بس هي تعرضت لنزف شديد، ومع هيك البيبي وضعه كتير منيح. لو سمحتوا ما بدنا مشاكل وإلا بطالعكن. أنا ما عم بكذب، صدقتوني هلأ جميلة حامل. لك جنيتوا انتو؟ ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ الرجال معه حق، بجوز مو هو اللي عامل هالعملة السوداء مع جميلة. شو لا؟ احكي مجد، اعترف ولا بشيل عيونك ولك؟ شو سويت ولا احكي؟ شو لك؟ رح شيل راسك من جسمك، احكي ولك. مو أنا اللي بخاف من شي، أنا مالي زلمة جبان لحتى أتهرب من مسؤولياتي. وإذا أنا حبيت وحدة ما بفكر أذيها أبدا، وإذا غلطت بتحمل مسؤولية غلطي معها، ومن واجبي أحميها كمان. أمك من قلبي حبيتها، ولو كانت بالفعل حامل مني أنا كنت تقبلت الموضوع بفخر وخربت الدنيا من شانها وحرقت الأخضر واليابس لآخذها. هذا الولد ابني.
اي نعم، الولد اللي ببطن جميلة ابني. مو معقول. أمي وأنت؟ لا، هي ما دخل أبدا والله، ولا كان بدها هالشي. لا تقول علي، يعني أنت اعتديت عليها؟ هلأ عرفت شو قصة هداك اليوم لما فكرناك ضربتها لأمي، لأنه هيك شي ما بيتصدق أبداً. الله يلعنك، لك انت واحد سافل وحقير ما بتستحي. لك انت واحد حقير. ستك اهدى شوي. الله يعليك اهدى. مجد يا عمري اهدى شوي. طول بالك بس يا ابني بس. لك انت كيف تعمل هيك بأشرف إنسانة بالدنيا؟ لك انت ما عندك جنس الوجدان، ليش هيك أذيتها ولك؟ لا لا، مو هيك. بعرف أنا غلطت بحق جميلة كتير، بس بالأول فهموني، أنا مو نيتي أذية أبداً، بس كان بدي رجعها مرتي ونرجع نعيش ببيت واحد. وهذا الولد بيكون ابني. افهموه، أنا أبو للولد اللي ببطن جميلة وخلصنا. سمعتوا منيح؟ ابني، هذا الولد ابني، واللي عجبه واللي ما عجبه جميلة حامل بابني، والدكاترة بتثبت هالشي. الولد اللي ببطنها ابني وأنا أبو علي، وكنية هالولد رح تكون أكارسو، والحاضر يعلم الغايب بهالشي. هذا الولد بيكون ابني. علي، انت لازم تحاسب على كل هاد هلا. انت واحد مجنون وما فيك عقل. لو سمحتي خبري الدكتور يجي بسرعة، المريضة تعبانة كثير، بسرعة. شبه نزل ضغطها. شو معك؟ علينا شبه ما فيني فوتكم. بدي فوت. بدي اشوفها ان شاء الله. ممنوع، بترجاكم اهدوا. لا ما فيكم تفوتوا ليش لعندها. ما فينا؟ يا الله. كله بسببك، كل شي صار بسببك. مجد صدقني ما رح ارحمك. مجد خلاص. بكفي بقى مجد، بكفي. اقعد هون، روق. اهدى حبيبي، روق. طول بالك يا عمري. ليكي من هون في طريق، وهون في شجرة لونها بني، وفي عنا كلب، وهون اللون الأحمر. كتير حلو هذا البيت، بس وين؟ بالزيتونية. وهون أمي واقفة على الباب، بس أمي هلأ مرضانة ومانا بالبيت، أخدوها على المشفى.